الكورتيزون قد يكون هذا الهرمون خطر مميت، لكن هو بالأساس هذا الهرمون أو هذا الهرمون الكورتيزون هو بالأساس مو خطر يعني، لكن قد يكون خطر ومميت. خلينا نقعد ونسولف بهذا البلوج، أسولف لكم شوية عن هذا الهرمون وهذا الكورتيزون وبعض التفاصيل عنه. طبعا أنا حكيت بالسابق عنه ذيك الفترة، لكن اليوم شوية راح أنطي بعد أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله، هلا والله بكم، كيف الحال أصدقائي؟ طبعا للملاحظة أنه كيف ينتج هرمون الكورتيزون، وهل هو فعلا يعني خطر هذا الهرمون؟ هو فعلا هذا الهرمون خطير. طبعا ينتج هرمون الكورتيزون، ينتج أثناء الارتباك للإنسان، أثناء التوتر، أثناء الضغط، أثناء المؤثرات اللي تأثر على الإنسان. فينتج هذا الهرمون على شكل حماية للجسم حتى يحميه ويخفف من التوترات والضغوط اللي صايرة، فيعطيه شوية مثل وكان مثل التبريد أو الهدوء أثناء العصبية، لأنه الاستمرار في العصبية دون إحاطة، والكورتيزون هو الإحاطة، يضرب المناعة. فوجود الكورتيزون هو يمنع المناعة، لكن إذا وجد بشكل طبيعي هو يكون حماية. وإذا وجد يعني حماية للإنسان شلون نقول، حماية من دخول مضادات مثل فيروسات أو مشاكل صحية تدخل للإنسان وتسبب له يعني مشاكل جمة. أعطيكم مثل على سبيل المثال، من كانت كورونا بذيك الفترة، والحمد لله خلصنا من عندها. كان هي الكورونا ضعفت المناعة. ايش قام يسوون؟ الكورتيزون الموجود هو غير كافي حتى يكون درع وحماية تنتج ذاتيا من الإنسان حتى تحمي الإنسان من يعني تخفف عنه الضغط وتخفف عنه وتحميه من المشاكل اللي دخلت له، وهو يعني الكورونا. وبالتالي كورونا قدرت تدخل لأنه درع الكورتيزون ما قدر يحميه، لأنه هو حمايته مثلا 10/10، خلاص وصل 10/10. كورونا أقوى، فدخل كورونا وما قدر يكون درع قوي. لكن أحيانا الكورتيزون يكون أعلى من اللازم، قام ياخذوه بالمستشفيات، قام ينطونه جرعات كورتيزون حتى يقوون مناعته، لكن هو دخل كورونا. وهذا كان خطأ جسيم ارتكبه يعني الجانب الصحي والأطباء بصراحة، بإعطاء جرعات كورتيزون حتى تحمي الإنسان وتعطي درع أقوى، لكن هو بالعكس يعني انقلب ضدهم، لأنه أصلا الفيروس دخل وأصلا قام بعمليات كثيرة فأخذهم الفيروس وقضى على كثير من الناس. طبعا فالدخول من يرتفع الكورتيزون عندك الحد مثلا انت المناسب لك كذا شيء معين، يعني ما يصير يرتفع اكثر. يعني اذا 10 وصل الى 10، يعني 8 9 10، خلاص بعد ما يصير يرتفع اكثر، لان اذا ارتفع اكثر راح تصير عملية عكسية، راح يضرب المناعة، مناعتك راح تنضرب. يعني هو يكون حماية يكون حماية يكون حماية، كل ما زاد يعني حتى يتجنب الفيروسات الخارجية والداخلية. فإذا إذا كانت أقوى الفيروسات، الكورتيزون بعد ما بفائدة، بل يكون يعني راح يزيد عندك ويزيد طبعا، يعني حتى أنت ما تقدر، يعني هو يوصل إلى مرحلة ممكن يتجاوزها. فزيادته أكثر من اللازم راح يضرب المناعة أكثر. من راح يضرب المناعة أكثر راح يتخلى جسمك يكون يعني جسمك راح يكون عرضة للفيروسات والميكروبات وإلى آخره، وقد يسبب لك الموت. يعني إذا هنا أنا حكيت ذاك اليوم وذيك الفترة حكيت إنه طبعا اللي زيد الكورتيزون عند الإنسان يزيدها هي المناعة النفسية، يعني القوة النفسية.
والعامل النفسي. كل ما كان العامل النفسي اقوى، كل ما انت خليت لك درع اعلى، وخليت الكورتيزون بمستوى طيب. فالكورتيزون، ملخص الكلام انه الكورتيزون حتى انت تكون يعني حكيت لكم اياه بهذا البلوك ومختصر الكلام، انت حتى تخلي الكورتيزون بالمستوى المطلوب اللي يستفاد من عند الجسم، ما يزيد اعلى، حتى لا تنضر بالمناعة، انه تقوي مناعتك النفسية، تقوي حالتك ووضعك النفسي، تكون دائما مرح، تكون دائما بعيد عن الاشكالات والمشاكل، ما تتدخل بتفاصيل هواية، ما تجيب هموم وضغوط تحملها على نفسك، وبالتالي راح الكورتيزون يزيد اعلى من المستوى المطلوب، وبالتالي راح تنضر بالمناعة اكثر واكثر، ويصير جسمك عرضة للفيروسات. طبعا ابعدنا الله وابعدكم عن هاي المشاكل، وان شاء الله تعالى. طبعا هو هذا موضوع جدا مهم لكن ما حد متطرق له هواية، فاضطريت اتطرق له. اتمنى تستفادون من هذا الفيديو والفيديوهات القادمة. شكرا ومع السلامة.